وأوضحت ذات المصادر أن هناك مرحلة ثانية من الاستغناءات ستكون في الميركاتو الشتوي. نائل العيناوي: هل لا زال في مخطط الركراكي؟ لا ندري ما إذا كان الناخب الوطني وليد الركراكي قد التقى بالمغربي نائل العيناوي أم لا لمعرفة مصيره الدولي، سواء تعلق الأمر بالانضمام إلى عرين الأسود أم مواصلة انتظار دعوته المنتخب الفرنسي. ومع أن أيوب بوعد أعطى الإشارة إلى حمل القميص الوطني، فإن العيناوي مجبر على الخروج من منطقته الرمادية للإعلان عن مصيره الدولي، ولو أن الركراكي كان قد أكد أن من يريد حمل القميص المغربي فهو مرحب به. أما إذا كان يفكر في شيء آخر فهو مستقبله، وبالتالي وجب على الركراكي حسم الأمر ومعرفة ما إذا كان قد التقى مجددا بالعيناوي بفرنسا أم لا. وبالتالي فالعيناوي عاد قبل أسابيع إلى التباري بشكل متدرج من الاحتياط إلى الرسمية مع تسجيله لأول